رخيص بجدة. ترى الهلال ينقهر إذا سمع كلمة هاتوا الهلالي، ينفجر الهلال عليك. بس العين اللي قال هاتوا الهلالي، ايوه انا اقوله والله تاكلها 4. هذول مو حقين هاتوا الهلالي. يدور حول رأسي من بداية المباراة مثل الذئب. حرد لك جمهور الاتحاد، انا هيط قبل المباراه ولكن ما دريت ان عندهم كل بلاوي، وعندهم سعود عبد الحميد، واحد كانه بيبسي كبير واحد كانه بيبسي صغير، يعني انا في تكميل الاول يطلع لي الثاني. يا مرحب بكم في ردة فعل. ألف مليون مبروك لجماهير نادي الهلال بفوزهم اليوم، وهارد لك لجماهير نادي الاتحاد. إخوان هارد لك ليكم، إن شاء الله معوضين خير في المباراة القادمة. وألف مبروك لجماهير نادي الهلال، إن شاء الله يأخذوا بصقر نادي النصر من العين. متروفيتش بقاله كام مباراة ما مطمنش، بس يعني ضغط المباريات، إجهاد اللعيب النهاردة لقيته ماسك الضمة. إن شاء الله ما يكونش فيه حاجة، بس هو مستواه قل شوية، وإن شاء الله يعود بخير إن شاء الله بإذن الله. العويس توب التوب، ده مش حارس بديل. اللهم بارك اللهم بارك، ده روعة، شابوه ليه، نرفع له القبعة. يلا بينا نشوف رد فعل الجمهور كان عامل ازاي. ما تنساش باللايك والشير والاشتراك في القناة. يلا بينا. يا اخي انا احترم الاتحاد، لكن بعد اليوم يا اخي نفس عندك لاعب مثل حمد الله ولاعب مثل حجازي، انت خسرت، اطلع يا اخي بكرامتك، اطلع خلاص، اطلع انت خسرت، هذه كرة قدم فيها فوز وخسارة. اما تقعد تزيد وتعيد تسبب لي مشاكل ومدري ايش، يا رجال اقسم وش الفريق هذا يا رجال؟ انت منتهي. طيب عارفين الاتحاد انك منتهي الموسم هذا ولا انت مقدم شيء، وعارفين ما عندك شيء تقدمه اصلا. تزعل عشان خسرت من الهلال؟ الهلال فريق كبير يعني ما في شيء يزعل، لكن تجي انت يا حمد الله وتجي يا حجاز، يا اخي اطلع كرامه واطلع وخلاص وانتهت المباراه ما صار شيء، لكن انت طلعت بصوره سيئه. الهلال وشلون يسعد ملايين، شفت الانجاز التاريخي، شفت موسوعه جينيس، شفت كيف الفرق بيني وبينك فقط. لا تقارن. ليش؟ مو وقته. ها؟ مو وقته. ما اقارن انا. تجيني ما عاد ادري تعورني في اسوء مواسمي تقول لي شفت ما شفت. على اساس كل موسم تاخذ اسيا، يعني مسوي انك مو متعود. احنا ملتزمين فيكم من العين. ابشر والله. صراحة اعلنها من هذا المنبر. ايوه. انا اتمنى فوز الهلال على العين، وداعم لكم قلبا وقالبا من امام العين. والله ما احتزمت الا برجال. والله لا. وابشر والله يا الجار باللي ياخذ حقك. لا يروحون. لا والله يا الجار ابشر باللي ما احتزمت الا برجال، وابشر يا الجار والله ما ياخذ حقك باذن الله الا الهلال. والله لا يروحون. اسمع عاداته من العين هذه قبل العين هذه ان ناخذ حقك. يا رجال. لا والله خلاص، والله خلاص والله يا ابراهيم ايش تقول للعين ابراهيم؟ ايش تقول للعين ابراهيم؟ وش تقول للعين ابراهيم؟ هاتوا العيناوي. هات العيناوي. انا اقول للعين. ايوه. وانا اقول الحارس العين. ايوه. دقيقة يا شباب. صوت. انا اقول لحارس العين اللي قال هاتوا الهلالي، ايوه انا اقوله والله تاكلها 4. والله قدها والله قدها. انت العيناوي. هات العيناوي. ايوه هات العيناوي. ايوه هات العيناوي. ايوه هات العيناوي. ايوه هات العيناوي. يلا يلا عمو يلا. والهلال فاز على الاتحاد ب2. حاب اوجه لهم رساله من هذا المنبر. يعني عندك كلمه؟ المشاهدين على سادتي سادتي. العب. الهلال سلسله انتصارات لا نهايه لها. لقد شخط الاتحاد شخطا مبرح. يشقوا طرف. والله فشم يا هشم. يشقوا طرف صدق. رمضان يجمعنا. والله يجمعهم والله صدق. يا ربي يا ربي. يا الله. اتحاد اتحاد. اتحاد اتحاد. سجل يا تاريخ. نادي الهلال السعودي النادي الوحيد في العالم اللي يسجل 28 انتصارات متتالية.
هذا هو العالمي، هذا هو مشرف الوطن، هذا هو حاصد الأرقام. ألف مبروك للأمة الهلالية وللأمة الزرقاء، وألف مبروك لجميع السعوديين ولعشاق هذا الكيان المشرف. اتحاد اتحاد. الله لا يبلانا. استغفر الله استغفر الله. لا سمعك تقول لي هاتوا الهلالي، ترى الهلالي ينقهر. اذا سمع كلمة هاتوا الهلالي ينفجر الهلال عليك وعلى خيرك. عرفت؟ ابغى اثنين ابغى اثنين. دائما كلام الاتحاد المجروح، الاتحاد المجروح. مين يجرح غير الهلال يا حبيبي؟ انت دائما مجروح، دائما مجروح. سبب الجرح انا هلال. جوهرة يجي يلعب معك شيل افشك يا حبيبي كمان. من جوهرة شيل افشك كمان. انت يجي عندي رياض اجلدك، ويجي انا عندك جدة يجلدك. يا شيخ والله هذا عيب يا شيخ. يا حبيبي انت مباراة رسمي انا فوز عليك، مباراة محلي فوز عليك، مباراة خارجي فوز عليك، مباراة حتى ودي انا كمان كسر راسك. ما في مناسب والله هلال ما في مناسب. يا ابو اثنين رمضان مبارك. اي والله ما نشبع. ما سمعتوا كلامي؟ ما سمعتوا كلامي يا ربعي؟ والله العظيم انه قال يدق عليك شخصيا دسس، وقال يا عبد الرحمن اللاعبين خليهم يريحون، خلهم يريحون ويفطرون عيون الخير. اعتمروا. قلت الله اعتمروا والطياره جاهزه. احلى حاجه اثنين، اسمع، ايه اثنين رايح اثنين جاي. حرقت قهوه. وبشركم بالطياره جاهزه، انا اللي بسوقها ان شاء الله. ان شاء الله انكم ان شاء الله باذن الله الساعه 5 الفجر وانت تصلي في المسجد اللي عند البيت. اسمع كليبالي، كليبالي يقول انت اسمع. ايه انت كليبالي. الله يسعدكم يا الله يا الهلاليه. الله يسعدكم سعاده اتمنى لكم بالدنيا والاخره. الله يسعدكم. تعشوا وعينوا خير وتسحروا وخذوكم طلي لباني ولا لحمه حاشي. الحين خلاص. نعم. اسمع. ايه اكثر في العالم اليوم الهلال اكثر في العالم. عفو عليك. يجي دندنه. نظامك ها. ايه يا حي عينكم يا الهلال. قال يا عبد الرحمن خليهم يرتاحون، اللي معتمر واللي متمشي في البحر واللي ماكل سمك وربيان. نعم بيض الله وجهكم حي عينكم. خلاص حلوه. مبروك يا زعماء الحمد لله. يا اخوان جاء رمضان وسجل الشهراني. انا كنت عارف انه ملبوس مع سكني ما الربط الا مع رمضان. انا اتمنى ان ما يلعبون الا في رمضان. يستاهل الحمد لله. لا عصبي الولد ما شاء الله. يعني ترى طلع بس عشان شم ريحه سحور حول الملعب وقال انا اخذ كرت احمر واطلع. يعني ما وده يلعب الصدق. الحمد لله انا عارف. جيسوس يقولون بعد المباراه الحين يقيسون الضغط عنده ارتفع من سلمان فرج داخل المباراه بس عشان صايح عشان يصفق على الحكم. المباراه يوزع كور يقول هاك يوزع كور يعطيه هنا يمين يسار. الحمد لله يا اخوان. سافيتش اسطوره يا اخوان. سافيتش والله كانه يلعب اليوم مع عيالها الصغار مع اطفاله يلاعبهم. حجازي الكبير اللي فيهم التفخ اللي مهبول يعني والله كانه يلعبوا العيال صغار اليوم معه. سافيتش مبدع يا اخوان. وابو عبد الحميد الفراري حق الهلال ما تشوف له وي رايح جاي. الله يسعده يا اخي الانسان هذا. لو حطوا قدامه زكريا حطوا قدامه الصقور والله لو تحط قدامه ذياب وسود ما بصقور ما حد يفلح معه. مستحيل يتعوض الادمي هذاك. ان شاء الله تبارك الرحمن. يعني الهلال اليوم مبدع. الاتحاد حمد الله يا اخوان. الحمد لله صاير الفتره هذه بس اذا تحرك الملعب معه مستحيل يبدع. قنس موسوعة قنس.
علي عن روحكم يا الاتحادية، حتى في رمضان ما خاف الله. والله اني هلالي، لكن قسم بالله اني لحزنت عليكم. علي عنكم، علي. اخوكم صدقه طيب، اقل شيء تعادل رمضان وكذا وعباده، خاف الله شوي، ما هو كذي. الهلال تعدى مرحلة انه يفوز وانتصارات، تعدى مرحلة الفوز والانتصارات، وصل لمرحلة ما بعد الفوز، وصل الى مرحلة الاغتصاب في الفوز. يفوزون بالغصيبة بالقوة، ما يفوز كذي ويعني لا والغصيبة. صار يعني ما راح. وليش الرعب هذا كله هلال؟ هذا شوي خلنا نحس انه قاعد نلعب مع أندية، نحس انه قاعد يعني ما شاء الله 28 انتصار ورا بعض، ما شاء الله تبارك الله، رقم قياسي تاريخي دخل موسوعة جينيس. اشهد ان لا اله الا الله، ما شاء الله. اللعب الازرق هم اللي فوزوكم يا ابوي. هذا وش يبغى؟ هذا النصراوي يدخل ذا الحين يجي فوق نحري، اللي دقك العين تجي تصيح انت. انا مالي دخل، انا فايز. الاتحاد يجي يصيح علي، انت ايش تبغى؟ اقول لك اللعب الازرق يا رجال. الحكام هم اللي فوزوكم، هم انكتب كل تبن. يا مسلم حل روح تقاتل مع العين، روح صح. تخسى معين اشجعك والله، تخسى. وين العين اللي يدقك وين اللي اشجع العين؟ كيفك شجعنا الله يردك. ما انتظر تشجيعك خلاص، بس انت تصيح. احنا فزنا على الاتحاد، انت تجي تنفر فوقي ليش؟ كل تبن واطلع برا يا سارق البطولات يا وسخ. بو عليك. اللهم لا ابتلاء. ندخل التاريخ، ندخل موسوعة جينيس على حسابك يا اتي. ما اراك شيء والله ما اراك شيء. الحمد لله على نعمة الهلال، الحمد لله. هذا هو النادي الكبير في السعودية، افوز عليك 3 مباريات ورا بعض. مين كبير السعودية؟ مين؟ حكيني. شكرا يا هلال. هيا يا اتحادي بالله قول في تحكيم، قول وش السبب؟ 3 مباريات بتقول لي تحكيم؟ يا اخي قول الهلال قوي يا اخي، والله قول الهلال قوي. ايش خسران؟ والله ان الهلال قوي ودقق 3 مرات ولا قدرت تسجل هدف، لا ذهاب ولا اياب. قول لي تحكيم. انت مين وانا مين؟ فرق السماء عن الارض. الحمد لله البلاي طرد الحمد لله. قلنا لكم من اول الطق بالميت حرام، ما تسمعوا الكلام. يلا باقي دورك يا العين، بيجيك حقك. انت عارف الهلال زين. يلا يا شباب انا رايح الموسوعة، حد يخاويني يا شباب. السلام عليكم. يوم جميل، يوم كروي رائع، سهرة رمضانية رائعة جدا للعشق والمعشوق والحب وكل شيء في حياتي. الهلال وبرشلونة، تأهل الهلال وتأهل برشلونة، يوم جميل. أنا في قمة السعادة يا أخوان. ألف مبروك لعشاق الهلال وعشاق النادي الكبير الكتالوني، كبير آسيا وكبير أوروبا وكبير العالم التاريخي برشلونة. السلام عليكم. يدور حول رأسي من بداية المباراة مثل الذبانة، وفي آخر الدقائق قمت بخنقه وجاني كولابالي ودخل إصبعه ببطني. ليسا والتي بيسا، ليسا والتي بيسا. السلام عليكم، صلوا على النبي. ألف مبروك جماهير الهلال، 28 فوز. السلسلة تحطمت وخذنا سلسلة جديدة ربطنا فيها نادي الاتحاد وخلينا هناك. الهلال قوي. الهلال هذا الفريق الوحيد الجانب الكويس بحياتك اللي ما يخليك تفكر او انك تشيل هم حاجة بالكورة. يعني امورك في الدنيا كذا متكركبة، يجي الهلال يعدلها لك، يخلي مزاجك يرتفع. اليوم اللي حصل بالمباراة ايش فيه؟ حمد الله
ايش فيه؟ بليه اشكالك على اللوز؟ قال لك في مشكله في اذني ما اسمع؟ ولا هذه الدخله هذه يعني لازم ياخذ رجله معاه ويطلع فيها عشان ياخذ احمر؟ الحكم جميل. انا بصراحه ما عندي تعليق عليه يعني اضافي، بس عادي تحصل. اهم شيء انه طلع بدون اصابه، انتهى الموضوع. هلال قوي يا جماعه، والله قوي. يعني انت الحين المفروض تقتنع، يعني حتى لو انت من برا تكابر داخليا اقنع نفسك انك تخلي عيالك يشجعون الهلال عشان ما يتأزم مثلك كذا لا كبر. نصيحة. سلام. هات الهلالي، هات الهلالي 5 مباريات يا اخي، حرام عليك، حرام عليك. 5 مباريات وتكرر هاتوا الهلالي ونجي ونجلدك يا اخي. اقسم بالله لو اني مكانك ما عاد اتكلم ورب الكعبة يا اخي. ما تتوبون انتم يا الاتحادية، والله العظيم لو في زد 5 مباريات متتالية زيادة والله العظيم ما تفوز على ذلك، والله ما تفوز يا ابوي. الهلال كعب عالي عليك، اقسم بالله 5 سنين او 6 سنين قدام كعب الهلال عالي عليك. ثاني شيء الف مبروك يا هلالية، فوز مستحق، وبارك لكم على 28 انتصار والسلسلة المتتالية، نستحق ذلك. ومن ناحية الجار احتزم ان شاء الله باذن الله ناخذ حقكم من العين. احتزموا ولا يهمكم ولا تزعلون، ان شاء الله بناخذ حقكم منه. تعدية هاتوا الهلالي، هاتوا الهلالي ما نشوف. يا اخوان بخصوص الشخص هذا مفقود. اخر مره شفناه قبل مباراه الهلال بعدها ما عاد شفناه واختفى. اوه نسيت الهلال جلده عشان كذا مختفي. هارد لكم يا اتحادية، هارد لكم يا نصراوية. هذا كبير الرياض، هذا الهلال. 1000 مليون تريليون مبروك للأمة الهلالية. وشنبي ما قدرتوا تحلقوا، الهلال ما يخلي شنبي يروح. ماله حمد الله ماله؟ ايش فيه حمد الله؟ ايش فيه؟ ما زال يا اخي والله شينه يا اخوان، تندق في الملعب وتندق في الهوش، يعني في كل الحالتين ضعيف. يعني هو حاول يرفع عن نفسه بعد المباراه، قال خليني بسوي مشكله وانجلد. يا حمد الله اوكي قلنا ساطي بس مو في الهوش. اليوم البليه قله ادب، طلع ذا من جو، مو من جو المباراه، طلع من جو السعوديه كلها. وغير انه طلع من جو السعوديه جاء كولوبالي ودق وجهه. يعني خذ لك اجواء مشحونه وكلها مهاوشات وضرب، وحمد الله اندق وجهه. شوف سافيتش. أكيد هذه المباريات الكبيرة يعني احنا ننتظرها من زمان. الهلال فاز علينا في الدور الأول. والله حتى أنا أنتظر المباريات الكبيرة هذه من زمان. اللاعب الوحيد اللي أكل خابور من الهلال رايح جاي حمد الله، كلا خابور من الهلال وهو مع الاتحاد، وكلا خابور يوم كان يلعب مع الجار. يقول عليك يا رجال وانك باقي والله العظيم مع الجار. والله على الأقل الجار شوي ينافس شوي الجار. أنت رحت مع ناس كانوا بيرمون علينا فلوس اليوم في والله العظيم. لو نلاحظ مع بعض يا جماعه اللقطه هذه، خلوا ان كولوبالي معصب وسافيتش يوم سوى الحركات. مترو اليوم يا جماعه صاير مسالم. ترى اللي يمشي ويضرب اللي جنبه، انا سويت كذا. انت فيصل الغامدي يوم عرفت الوضع ما هو بلك، كل ما سحب منك لاعب هلالي مسكت تيشيرته تمسكت فيه. خلاص يا اخي دام انك تحب الهلال وتتمسك بتيشيرت الهلال، تعال الهلال من اول. ليه ضيعت علينا 3 أهداف، مفروض انك تنطرد، بس عشان وجهك كيوت صراحه والله ما ودي انك تنطرد. لك انت تخيل عزيزي المشاهد ان جيسوس كسر الارقام المتتاليه بالانتصارات على الاتحاد، وبنفس الوقت الاتحاد هو اكثر فريق خسر امام الهلال في الانتصارات المتتاليه. يعني احنا منتصرين 28 انتصار، اكثر فريق لقم في 28 الاتحاد. وفي الختام يا حبايبي اكتبوا لي رايكم في الكومنت. ترى الوضع كروي ومزع وطقطقه، يوم لك يوم عليك. لا تنسون من الاضافه واللايك والشير. حياكم من عندي بالاصفر، اليوزر تلقونه بالبايو. السلام عليكم. مساكم الله بالخير. اولا الف مبروك، سلسله انتصارات كاكثر نادي يفوز في العالم 28 انتصار. ثانيا الساطي الضايع حقهم 3 مباريات ضد الهلال ما سدد تسديده واحده على مرماه وبغى يسجل هدف لنفسه، يسمونه ساطي. الشيء الثالث نادي الاتحاد دخل التاريخ من اوسع الابواب ب3 مباريات كأكثر فريق يخسر في سلسلة انتصارات 28. 3 مباريات دخل التاريخ بس من الباب الخلفي. فألف مبروك يا زعماء. واللي حصل آخر مباراة لا جديد، هذه بيئة الأندية اللي تلعب ضد الهلال دائما. فالهلال راقي وكبير
ولا يلتفت للامور هذه كلها. ممكن ازعل الهلاليين بكلامي لان احنا قاعدين نفوز وقاعدين اللهم لك الحمد مستويات جميله، ولكن بقول كلام في خاطري. صحيح الفريق يفوز ولكن ما في احد جريء يطلع ويقول لك سبب سوء متروفيتش ايش؟ سبب سوء متروفيتش تابع معي. قلنا له متعافي قام يصفق الجدران، يا متروفيتش الله يرحم والدينك اهدى ورانا مباريات. بعدين اللي يقولون متروفيتش سيء، كيف متروفيتش سيء وهو صانع الهدف الثاني وهو كاسب كل الكرات الهوائيه؟ وش تبغى من متروفيتش يسوي؟ غير هذا كله خوينا جنبه بعد اناني ما ينور له، خلونا نتكلم منطق يا اخوان، والله ما ينور له ولا توصل له كرات كثيره، ومع ذلك هو اللي يبرز دايم. مترو فوق الانتقاد، لا احد ينتقد متروفيتش والله العظيم ما يقصر. قالوا ناس يا سهله، وفي النهايه النادي الوحيد اللي باقي من انديه الصندوق هو نادي الهلال. عن اي سهوله تتكلمون؟ كريستيانو رونالدو وبنزيما وغيرهم اساطير واساطير، ومع ذلك حتى نصف نهائي اسيا ما قدرتوا توصلونه وتقولون سهله. ومن ناحيه مشجع النصر اللي توعد نادي العين بنادي الهلال، صدقني نادي الهلال بيكون عند حسن ظنك وبيقدر على الشيء اللي ناديك ما قدر عليه. اما عن المشجع الاتحادي الله لا يحطني مكانه، لعب مع الهلال 5 مواجهات، في الدوري مرتين وفي اسيا مرتين وفي البطوله العربيه مره، وكلها انهزم فيها. وبكذا نقول مبروك الهلال دخوله الموسوعه جينيس للارقام القياسيه بعد ما فاز 28 انتصار متتالي، وكان فيه فضل كبير لنادي الاتحاد لان نصف الانتصارات اللي فزناها كانت ضدهم. وفي النهايه لا تنسى تضيفني في البرنامج الاصفر، تحصل الرابط في البايو. ألف مبروك يا زعماء، ألف مبروك يا شقردية. إن شاء الله تعالى بإذن الله مزيدا من كسر الأرقام، مزيدا من البطولات بإذن الله تعالى. خلاص دقيناكم في آسيا ذهاب وإياب، دقيناكم في الدوري ذهاب وإياب، دقيناكم في البطولة العربية. ايش تبون؟ يعني أكثر من كذا إهانة، أكثر من كذا ذل ما فيها اتحاد. 5% معطينا اليوم من الجماهير، دقينا خشومكم قدام جماهيركم وقدام وعلى أرضكم وفي ملعبكم. لكن حركات القذارة حقت حمد الله هذه لازم يكون فيها يعني إجراء، وسخ وحركته واضحة انها مقصودة انه يبغى اي لاعب يتوقف او ينطرد معه من لاعيبة الهلال. الف مبروك والف مبروك الدخول في موسوعة جينيس. امس انا كنت قاعد اتكلم وقعدت اقول انه الاتحاد ما هو خصم والله العظيم، فين الهلال وين الاتحاد؟ وناس كانت تسب وناس كانت تغلط وناس كانت تتكلم وتضحك، لكن في النهاية فين كان كلامنا نحن؟ في الملعب. لهم هم الاعلام ولهم خارج الملعب ولنا نحن داخل الملعب، ولسه ولسه. في اتحادي ما قدر يطلق زوجته ليه؟ عشان اطلقها واجد الموسم ذا. الهلال يصنع التاريخ ويكتب تاريخ جديد، 28 انتصار متتالي، الى الان ما حد قد سواها في العالم الا نادي الهلال. الهلال خلاص طبعا طلع الان من اسيا والدوري وكل شيء، صار ينافس الان على جينيس. الهلال الان صار ينافس اكبر صحن بيتزا في العالم، اكبر فم في العالم، اكثر واحد يمشي على روسه صابع خشمه في العالم، ارقام قياسيه. الان هي ما هي بواقفه على بطولات ولا على انجازات، لا ارقام قياسيه. يا زينك زينة، يا شين الشماتة، والله الشماتة شينة. يعني احنا امس شمتنا في النصر فزنا 2-0 بس. جمهور الاتحاد انا حاسس بمعاناتكم، والله العظيم اني اعتذر وانا اسف، والله احبكم للامانة، لكن يا اخي مصالحنا فوق كل شيء، ما نقدر يا اخي. والله اوجه اعتذاري الى هذا الشخص هذا اللي اخذ فريق كرة قدم وصنع منه قوات للأمن والمهمات الخاصة. والله أنا هلالي ولا زلت أسأل نفسي الشخص هذا نفوذه وين راح توصل؟ بسم الله ما شاء الله، لا إله إلا الله لا يضر فريقنا. تأهلنا إلى نصف نهائي آسيا وبنقابل العين. جمهور العين يعني حنا ضحكنا معكم أمس وطقطقنا واستهبلنا، لكن أنا عندي رسالة. شفتوا هذا اللي طقطقنا عليه أمس؟ ترى هذا مسخرتنا، هذا نقزرها عليه هنا في الدوري. ترى إلى الآن أنت ما شفت شيء، ما شفت أخوه الكبير اللي بيقابلك في نصف النهائي. هذا قوات صاعقة.
هذا ترى يخوف هذا مو مثل اللي انت شايفه امس. المره هذه انا مع النصراويين. تعال يا نصراوي، زعلان من حقة امس، ابشر باللي ياخذ حقك ويحقق ابطال اسيا علشان يقهر نادي العين. والله ما اتوقع اللي ينقهر نادي العين. في تاريخ 16 ابريل باذن الله ندخلك الى كينجدم ارينا. ما تعرف كينجدم ارينا؟ بالعربي غرفة اغتيالات الاندية. نقفل عليك زي كذا وهيهك طاع. روح اسال اي واحد لعب معنا فيه، ترى كلهم يقولون ان اللعب هناك يعور. مبروكين يا اطلق جمهور، 5% لكن كان دوركم فعال الحمد لله، وفانا البطولة بأمر الله. شكرا. يا لبي اسمع عينك بتدمع يا لبي اسمع عينك بتدمع الليلة هذه